كنت مثلكم أشوف ابتسامة غانم في الانستغرام وأسأل نفسي، هل غانم يصطنع هالابتسامة كل ما طلع قدام الشاشة، ولا هي فعلا ابتسامة حقيقية؟ كيف يقدر يبتسم رغم كل هالمعاناة والتحديات اللي واجهها؟ عشت أنا وفريق العمل يومين كاملين مع غانم، أرهقناه في التصوير. كل شيء كان يتغير في مواقع التصوير وفي ملامحنا، إلا ابتسامة غانم كانت ما تتغير، حاضرة بكل عفوية وتلقائية في وجهها. كانت تصفعنا ابتسامته كل ما شعرنا بالتعب والضجر من ضغط العمل أو كثرة توقف التصوير بسبب الزحام وتجمهر الناس على غانم. كانت ابتسامته تقول لنا مو ضروري تكون مرتاح عشان تبتسم، بل ابتسم عشان ترتاح. في شخص مهم جدا في حياة غانم، هذا الشخص هو شقيقه التوأم أحمد. أحمد ما شاركه بطن أمه وغرفته بس، شاركه همومه ونجاحاته وضحكاته. اليومين اللي كنا فيهم مع غانم أحمد ما فارق أخوه، كان كل واحد منهم يهمس في إذن الثاني بين فترة وأخرى في مشهد صداقة فاخر. يضحكون مع بعض ويعلقون على كافة التفاصيل اللي تدور قدامهم بسعادة. هالصداقة صنعت شيء كبير لهم وبتصنع أكثر في المستقبل. والله أحمد يعني لي أخوي صديقي، يعني لي كل شيء، لأنه يساعدني في كل شيء، خصوصا في الامتحانات. يعني ندرس بعض، بس هو أكثر شيء يدرسني. يعني ما يعتبر لي بس أخوه، لأنه على كل شيء يساعدني، على كل شيء يتقبلها. يلا خل أروح ألعب، أطلع، أستانس في أشياء ما أقدر أسويها. يعني صدق في ألعاب ما أقدر أركبها وأحب هالألعاب، بس ما أقدر أسويها. مو بأحزن عليها، قبل يوم كنت صغير كنت أحزن لما ما أركبها وأصيح. كان أمي تقول لي مو بعلى كل شيء تصيح، في ناس ما يقدرون يسوون شيء. والحمد لله أقدر أسبح، أقدر أغوص. ليش أشوف الأشياء اللي ما أقدر أسويها والأشياء اللي أسويها ما بيها. والفائز عن فئة الشباب غانم المفتاح من دولة قطر. والله أكون أول شيء طبيب عظام، لأن أحب دكتور اللي بيترد لي، وأحب أساعد الناس في شيء أنا فاقده، ويمكن يوم من الأيام أحصل علاج ينفعني وينفع غيري. بدي القرآن أشتغل في بلادي، إن شاء الله بخلي بلادي تشتغل فيه. نجي بإيدكم بإذن الله مع روسة راح نبني الملعب. لما تبين في الفحوصات عندهم غانم وأحمد تبين عندنا توأم، فطلع في الفحوصات عندنا ولد واحد بيطلع قاصر مشوه يعني بدون رجل. فقلت له الحمد لله على كل حال، أنا بكون رجل يمين وأنت بتكون رجل يسار، وبنمشي على هالدرب إن شاء الله، ورب العالمين فوق إن شاء الله معنا. سألنا غانم عن علاقته بأمه وأبوه وقال أستحي. وبعدين طلبنا منهم يطلعون من الغرفة عشان ياخذ راحته. إن الله يحفظهم ويطول في أعمارهم، وإنه يكونون من أهل الجنة، لأنهم يعني تحملوني طول هالسنين. وأمي يعني برغم حالتي الصحية وشي، يعني أمي ولا مرة ارتاحت، كلها يعني تحب تشتغل عشاني، وخصوصا لما أروح ألمانيا
ما ترتاح، والأشياء اللي أبيها يحققوا لي إياها، وكله يعني يوجهوني في الصح، لأنهم يعنوا لي كل شيء، يعني ما أقدر أوضح حبي لهم، وإن الله يحفظهم. وكله لما أدعي لهم إن الله يحفظهم ويطول في أعمارهم، وإنه يكونوا من أهل الجنة. تقاعدت أم غانم عشان تجلس أطول فترة ممكنة مع غانم، تبي تشوفه مستقل معتمد على نفسه رغم كل المعاناة الصحية اللي يعاني منها، وهالشيء انعكس على شخصيته القوية وكلامه اللي أكبر من سنه. ليش نجح غانم وفشل غيره؟ هذا السؤال اللي كنا ندوره، ونعتقد إننا لقينا إجابته. نجح غانم بتوفيق الله أولا، ثم بتدخل أبوه وأمه المبكر، ما تركوه يذبل، ثقفوا أنفسهم وانذروا حياتهم له، حتى تحول من مصدر شفقة إلى مصدر إلهام. هالشيء ما تحقق بسهولة، دفعوا أهله ثمنه غالي من وقتهم ومجهودهم وصحتهم. فراحت أم غانم ألفت كتاب وسوت بوسترات وزارت المدارس حتى تهيئها نفسيا قبل هندسيا لاستقباله. ما استسلمت حتى نجحت، ودرس ولدها مع غيره من الأطفال، واليوم كل مدارس العالم تفتح صدرها الغانم، لأنه صار مفخرة تتمنى أي مدرسة يكون أحد طلابها. أنا وهالمبدع غانم أنا تشرفت بالتصوير معاه، حبيب قلبي يرترب زواج ما ايش عنده. يردد كثير إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ويسألنا بعدها في شيء أفضل من إن ربك يحبك؟ أنا وأنت ممكن نعبر عن إيماننا شفهيا، لكن غانم يكرس كلامه بالأفعال. يوم حان وقت صلاة المغرب وصلى فينا غانم طول في السجود، وسألنا أمه عن السبب وقالت تصدق غانم يسجد لأكثر من 5 دقائق وما ينتهي من السجود إلا وعيونه مليانة دموع، يدعي ويطلب من الله يحقق له أمنياته. والله لأن أنا لما أصلي ما أحب أصلي شي بسرعة، أحب أصلي بخشوع. إذا ما أصلي بخشوع أتم أعيدها، أرد أعيدها. يعني لما أسجد دائما أطلب الله، ولا مرة سجدت وما طلبت الله، وأصبر. ليش؟ الجنة الله بيعطيني ريل وبكون أحسن واحد، فخلنا أصبر. نقول لكم الإرادة والعزيمة تصنع المستحيل وتحطم الحواجز والقيود. يا أبطال العالم ويا رياضي التحدي والعزيمة، نتمنى لكم التوفيق، وأكيد راح تبهرونا بأدائكم. شكرا لكم.